بيبدأ الفيلم في مطار المملكة العربية السعودية مع شابين من الجنسية الهندية، وبيكون اسمهم نجيب وحكيم، وهم واقفين قدام ضابط الجوازات في المطار، وبيحاولوا يتكلموا مع الضابط لكنهم بيكونوا مش عارفين يتكلموا عربي، وبيختموا جوازاتهم من الضابط وبيمشوا. وبعدها بيدوروا على الكفيل بتاعهم في صالة الاستقبال لكنهم مش بيلاقوه، وبيكونوا واقفين محتاسين ومش عارفين يسألوا مين أو يوصلوا له ازاي، لحد ما بيلاقوا عامل هندي في المطار وبياخد منهم رقم الكفيل بتاعهم وبيتصل بيه من تليفون المطار لكنه مش بيرد. فبيقول لهم العامل ان النهارده الجمعة والجمعة في السعودية اجازة، فاكيد ده رقم الشركة بتاع الكفيل وقافلين عشان الاجازة. فبيقول لهم ممكن يكون كفيلكم جاي في السكة واتأخر عشان الزحمة. فبيخرج نجيب وحكيم برا المطار يستنوا كفيلهم، فبيشوفوا شخص بيبص عليهم بتركيز، وبيسأل نجيب إذا كان اسمه عبد الله أو لأ وجاي هنا تبع مين. لكن نجيب وحكيم مش بيفهموا كلامه، فبيتعصب عليهم الشخص ده، فبيتريق عليهم الشخص ده وبيوصفهم بالمجانين وبيسيبهم وبيمشي، لكنه بيرجع تاني وبياخد جوازاتهم. فبيقول لهم تعالوا هما الشابين اللي جايين من الهند يشتغلوا عنده، فبياخدهم معاه علشان يتحركوا بعربيته. فبيفرح وقتها نجيب وحكيم علشان أخيرا لقوا الكفيل بتاعهم. فساعتها بيطلب نجيب من الكفيل يديله مية يشرب، فبيزعله عشان بيتكلم كتير وبيرغي. وهنا بنعرف ان الفيلم حتى لو فيه جزء حقيقي فيه حاجات كتير برضه مش منطقية. فبيطلب منه هو حكيم يركب العربية بسرعة. لما بيفتح نجيب باب العربية عشان يركب بيزعله الكفيل وبيقوله اركبوا ورا. فبيتضايق نجيب وحكيم جدا، وبيقولوا ازاي الشركة اللي شغالين معاها ما بعتلهمش عربية كويسة. فبيطلب منه نجيب يسكت دلوقتي علشان يتحركوا والكفيل يبطل زعيق فيهم. واثناء وهم في الطريق بيفكروا ازاي يكلموا اهاليهم عشان يطمنوهم انهم وصلوا. فبيقرب حكيم من شباك الكفيل وبيطلب منه يقف في مكان فيه تليفون عشان يطمن اهله ان هو وصل. فبرضه بيزعقله الكفيل، وبيوصلوا المكان صحرا خالص. وبينزل الكفيل من العربية وبيندى على شخص اسمه ابو خالد، وبيطلب من حكيم ينزل من العربية ويفضل نجيب في العربية زي ما هو. فبيقولوا ان هما المفروض هيكونوا سوا، انهم محتاجين لتليفون عشان يكلموا اهلهم. فبياخد ابو خالد حكيم معاه. فنجيب بيكون مصدوم لانهم اخدوا الحكيم اللي في مكان وهو في مكان تاني، وبيضربوا الكفيل عشان يركب العربية ويسكت. وبيفضل حكيم يعيط وبيندى على نجيب علشان ما يمشيش ويسيبه. بعدها بيوصل نجيب لمكان تاني بعيد في الصحراء برضه، ووقتها الكفيل بيندى على شخص اسمه جاسر وبيطلب منه يخلي نجيب عنده لحد الصبح. فبيحاول نجيب ساعتها انه فاهم جاسر انه محتاج لتليفون. فبيرد عليه جاسر بالعربي ويقوله ان بكرة الكلام ده وانت لازم تنام دلوقتي. ونجيب ما بيفهمش اي حاجة من اللي قالها. بعد كده بيشوف نجيب شخص عجوز وباين عليه التعب الشديد، ولبسه مقطع ومتبهدل، وجسمه كأنه ما شافش المية من سنين. فبيتفاجئ نجيب انه هندي زيه، فبيقوله اذا كان في تليفون هنا وانه عطشان جدا. فالعجوز بيسأله هو انت عرفت انت هنا ليه، وبيشاور له على برميل المية عشان يشرب منه. فبيروح نجيب على البرميل وبيفضل يشرب مية كتير وبيبان عليه انه عطشان جدا. فبيروح للعجوز وبيقول له هو هينام فين. فالعجوز بيقول له نام في اي مكان. فنجيب بيروح للخيمة اللي نايم فيها جاسر وبيفرش قماشة وبينام. وبنرجع للزمن اللي بيكون فيه نجيب في الهند، وقتها بيكون شغال عامل في البنا وبيستخرج الرمل من تحت مياه النهر. وساعتها بيعزم عليه زميله في الشغل بسجارة وبيعرفه انها سجارة مستوردة وجاية من الخليج، واللي جابها له جوز اخته اللي شغال في السعودية. فبيعرض عليه انه يشوف له تأشيرة سفر. بعد الشغل بيروح نجيب مع زميله لجوز اخته، وبنعرف ان اسمه كرافاتا. فبيديله نجيب الوقت ده فلوس التأشيرة. فبيعرفوا انه باع كل ممتلكاته والذهب اللي معاه. فبيعرفوا كرافاتا ان كل المغتربين كانوا كده في البداية. فبيقولوا نجيب هيحصل ايه لو طلعت التأشيرة مضروبة. فبيتعصب منه كرافاتا وبيقوله انه مسفر نص اهل البلد، وان الباقي بيتمنى يروح للشركة اللي هو هيروحها. فبيرجع له فلوسه تاني عشان مش واثق فيه. فبيعتذر له نجيب وبيرجع له فلوس. بعدها بنشوف سين ومرات نجيب وهي قاعدة مع والدته وبيتكلموا سوا عن سفر نجيب، وانه هياكل هناك لحم الابل كتير لان العرب بيحبوه وبياكلوه على طول. في الوقت ده بيرجع نجيب للبيت وبيطلب من امه تعمله برياني من ايديها قبل ما يسافر، وبيوصيها تهتم بسانيو عشان حملها. وبنرجع للوقت الحاضر، وساعتها بيصحى جاسر من النوم وبيشوف نجيب نايم جنبه وبيتعصب عليه وبيطرده بره الخيمة، وبيقوله بالعربي انه ما يدخلش خيمته تاني ولا ينام هنا لان مكانه بره في الصحراء. وبيوصفه بالغبي وبيهينه ويقوله انه لو شافه في خيمته تاني هيكسر له رجليه. وبيكون وقتها نجيب مصدوم ومش فاهم اي حاجة من جاسر، وبيفضل واقف في الصحراء ومش فاهم هو هينام فين. وده مشهد تاني فهمك ان الفيلم فيه مبالغات كتير مش منطقية، حتى لو في غلط فهم بيفتروا على العرب بنسبة كبيرة. وتاني يوم الصبح بيصحى نجيب على صوت المعيز، وبيشوف العجوز وهو بيحلب المعزة،
وبيديله لبن علشان يدخله للكفيل. ونجيب مش بيتكلم عربي فبيفتكر ان اللبن ده عشانه، فبيشرب منه عشان عطشان. لكن العجوز بيزعقله بيعرفوا ان اللبن لجاسر. فبيروح نجيب لجاسر في الخيمة، فلما بيشوف نجيب واقف قدام الخيمة بيشاور له عشان يدخل، فبياخد منه اللبن وبيشربه كله. فبيكلمه بالعربي بيقوله روح للهندي اللي بره عشان هيفهمه يعمل ايه. لكن نجيب بيفضل واقف زي ما هو لانه مش فاهم عربي. فبيقول لجاسر انه مش بيفهم العربي، فبيتعصب عليه جاسر وبيقول له انا مش عايزك تتكلم هندي قدامي، لانه مصدق ومش مستحمل رغي على الصبح. فبيترجى نجيب وبيقول له انه جه هنا على اساس انه هيشتغل في شركة. لكن جاسر بيتعامل معاه بعنف وبيطرده بره الخيمة، وبيطلب من العجوز انه يعلمه الشغل. وفي نفس الوقت ده بيجي الكفيل، فبيجري عليه نجيب علشان يخليه يكلم اهله. واول ما الكفيل بيشوفه بيديله شوال عشان يشيله. فبيقول لهم نجيب انه ما كانش ده اتفاقنا، وانه جاي يشتغل في شركة وليه اوضة مكيفة لوحده. لكن الكفيل بيتجاهل عشان مش فاهمه، وبيطلب منه بالعربي انه يدخل الشوال اللي اداهوله للخيمة. فبيروح نجيب للخيمة وبيحط فيها الشوال. فبيبص للكفيل وجاسر بحزن شديد وبيفكر ازاي هيفهموه. وبعدها بيلاقي نفسه بيدوله جلابية وجزمة وملابس شكلها متهالكة جدا. بيوريهم نجيب التأشيرة والورقة بتاعت الشركة اللي جاي عليها، ومكتوب فيها اسم كرافوتا ورقمه. وساعتها الكفيل بيقطع الورق وجواز السفر. فبيتصدم نجيب وبينهار من اللي عمله، وبيلم الورق من على الأرض قبل ما يطير، وبيبص عليه بقهرة وحزن. وبنفهم ساعتها إن الكفيل وجاسر مخبيين حاجة. وبعدها بيكون الكفيل قاعد بيخبز عيش مع جاسر، وبيندهوا على نجيب لكنه مش بيرد عليهم وبيتجاهلهم. فبيوروله العيش علشان يجي ياكل منه، فبيضطر يروح لهم عشان ياخد منهم العيش وياكل لأنه جعان جدا. وبيمسك العيش وبياكله بشراهة، وساعتها بيشرق وهو بياكل. فبيديله جاسر كوباية مية عشان يشرب، فبيعلمه إن يسقي العيش في المية وياكله علشان يطريه وما يشرقش منه تاني. وبعدها بيروح نجيب للشخص العجوز تاني وبيسأله عن الطريق منين وازاي يخرج من الصحراء. فبيقوله بحزن الطريق بعيد جدا، وبيسيبه ويمشي. بعدها بيقعد نجيب لوحده وبيفتكر أيامه مع سانيا ومراته، وبيفتكر فرحته بحملها وانتظارهم لطفل، وانهم اتفقوا سوا لو كانت بنت هيسموها صفية ولو ولد هيسموه نبيل. وبيفتكر يوم سافروا لما كانت مامته وزوجته بيودعوه. ولما بيفوق نجيب من ذكرياته وبيجي للمكان عامل هندي، وبنعرف انه شغال في شركة المية اللي بيملى خزان المية لجاسر كل يوم. ويطلب منه نجيب ساعتها انه ياخده معاه بالعربية ويوصله للطريق لانه عايز يمشي من الصحراء ومش عارف. وفي نفس اللحظة دي بيجي الكفيل وبيتخانق مع عامل شركة المية عشان بيتكلم مع نجيب، وبيسأله اذا كان طلب منه يهربه، لكن العامل بينكر ده. وساعتها بيضرب الكفيل نجيب بالعجال بتاعه، وبيمسك نجيب ايديه وبيوقفه، وده بيخلي الكفيل يتجنن. وبيسأله ازاي يتجرأ ويمسك ايديه علشان يمنعه من ضربه. وبيروح يجيب من الخيمة البندقية بتاعته علشان يهدد بيها نجيب ويخوفه. فبيمسك نجيب البندقية علشان يحمي نفسه، وساعتها بيضربه الكفيل بالبندقية على دماغه. فبيهددوا بيها ويشتموا ويهينوا، وبيعرفوا انه هيقتله ويدفنه في الصحراء. وساعتها نجيب بيكون واقع على الارض وبيلاقي مية ماشية على الارض. فبيفتكر وقتها لما كان في الهند وبينط في النهر عشان يسبح فيه. وبيفتكر يوم فرحه هو وسانيو، وبنعرف انهم كانوا عايشين قصة حب سوا. ولما بيفوق نجيب من ذكرياته بيفضل يعيط بحزن شديد ويندى على سانيو بصوت عالي. وبالليل بيشوف العجوز وهو بيرعى الإبل وبيأكلهم، فبيسأله هو بقاله كام سنة هنا. فبيرد عليه العجوز بأغنية، وبيبان عليه انه اتجنن ومش في حالة نفسية سليمة. وتاني يوم الصبح بيزعق جاسر لنجيب علشان لسه نايم. فبيصحى نجيب من النوم مخضوض، وبتفاجئ ان جاسر عايزه يحلب المعيز. ونجيب بيتصدم وقتها لانه ما بيعرفش يحلب المعيز، لكنه بيضطر ينفذ كلام جاسر وبيحاول يحلب المعزة، لكنها في اللحظة دي بترفصه. فبيزعقله جاسر وبيهزقه وبيعلمه ازاي يمسك المعزة عشان يحلبها. وقتها جاسر بيسأل نجيب عن الشخص العجوز لأنه اختفى، فبيتجاهله جاسر ومش بيرد عليه. فبيحاول نجيب يجرب انه يحلب المعيز تاني، وبعد شوية بيلاقي 2 خرفان بينطحوا بعض. فبيحاول يتدخل عشان يهديهم، لكنه ساعتها بينطحوه. ولما بيوطي راسه من الألم بيفتكر الخروف انه بينطحه، فبيهجم عليه وبيخبطه في راسه وبيقع وبيغمى عليه. في الوقت ده بيجي الكفيل وبيضرب طلقة في الهواء، وبيخلي قطيع المعيز والغنم يخافوا. بيروح لنجيب وبيرمي عليه ميه ويفوقه، وبيخليه يشرب بقه ميه صغير. بيزعل عشان الغنم والخرفان مشيوا، وبيطلب منه يقوم يجمعهم من تاني والا هيحرمهم من الميه طول اليوم. فبيقوم نجيب وهو مش قادر يتحرك. في الوقت ده بتيجي معزة وبتقف جنب نجيب، وبيحس كأنها حاسة بيه وبوجعه، وبتقف تندى على كل المعيز علشان يتجمعوا حواليها من غير ما نجيب يمشي وراهم ويجمعهم. فبيحس نجيب ساعتها ان دي رحمة من ربنا ونزلت عليه، وبيفضل يعيط من الفرحة وبيحضن المعزة وهو منهار. وبتعدي الأيام والشهور والسنين على نجيب، وشكله بيتغير تماما. وبالصدفة بيبص لنفسه في مراية العربية، فبيتصدم من شكله من اللحية الكثيفة اللي على وشه. فبيجي الكفيل وقتها وبيكسر المراية علشان ما يخليش نجيب يبص فيها تاني. فبيتريق عليه وبيسأله إذا كان فاكر نفسه وسيم. فبياخد نجيب إزازة من المراية المكسورة وبيحاول يقص بيها لحيته وهو بيعيط،
ومنهار لكنه بيفشل. وفي الوقت ده بيحس نجيب بالقهر والذل، وبيبص للسما وبيسأل ربنا، وبيحس ان الدنيا ظلمته جدا، وبيقرر في الوقت ده انه ينتحر. وقتها بيشوف الصقور وهما بياكلوا جثة ميتة، ولما بيقرب منها بيعرف انها جثة العجوز، فبينهار اكتر. فبيحارب الصقور عشان يبعدهم عن الجثة، وبيفتكر امه بيعيط وبيندى عليها وبيقول لها انه محتاجها جدا. ويقوم في الوقت ده ويفضل يجري في الصحراء. في اللحظة دي بيشوفه الكفيل وبيجري وراه وهو راكب الجمل بتاعه، وبيضربه في طلقة في رجله، وبينزل من على الجمل وبيفضل يضرب فيه بعنف، وبيدوس برجليه على ايد نجيب وبيشتمه ويهينه ويقوله انه كلب. وبالليل بنشوف نجيب وهو مربوط وسط المعيز وخرفان، لكنه بيقدر يحرر نفسه، وبيحاول يمشي لكنه ما بيقدرش. بيتعذب عذاب شديد بسبب الألم اللي هو حاسس بيه، وبيضطر من عطش ويشرب من الماء اللي بيشرب منها الغنم. وتاني يوم الصبح بيكون نجيب ماشي مع الغنم زي كل يوم، وفجأة الدنيا بتمطر، فبيستخبى هو والغنم تحت الصخور لحد ما المطر يقف. وبيكون معاه ساعتها لقمة عيش صغيرة، فبياكل منها حتة وبيدي الغنم حتة عشان ياكله، بالرغم من ان اللقمة دي صغيرة ويادوب تكفيه. لكنه مهنش عليه يشوف الغنم جعان. وساعتها بيسمع صوت غنم تاني جاي من بعيد، فبيروح يشوف الصوت ده جاي منين. وبيتصدم ساعتها لما بيشوف حكيم قدامه، وبيعرفه من صوته، وده لان شكل حكيم بقى غريب هو كمان، وشعره ودقنه طوله زي نجيب. فبيقول لنجيب انهم لازم يهربوا سوا دلوقتي، لكن نجيب بيكون يائس وبيعرف انه حاول كتير يهرب وفشل. بعدها بكام يوم بيشوف نجيب حكيم وهو بيسيب له رسالة عشان ياخدها، لكن وقتها بيجي كفيل فبيثبت نجيب مكانه علشان ما يشوفوش وهو بياخد الرسالة، وهو بيستناه لحد ما يمشي. وبيروح ياخد الرسالة بعدها ويقراها، وبيكون حكيم كاتب له فيها ان كفيل ضربه ضرب مبرح علشان شافه بيكلموا عن راجل افريقي شغال مع اسمه ابراهيم هيقدر يساعدهم في الهروب. فبيفرح نجيب وبيحس بالامل من تاني. وبعدها بيقابل نجيب حكيم، وبيكون معهم ابراهيم اللي بيرحب بيه. فبيقول لهم ابراهيم ان بعد كام يوم كفيلهم بنته هتتجوز، وساعتها الكل هيكون حاضر حفل الزفاف، ودي فرصة متتعوضش للهروب. وقبل يوم من الزفاف بنشوف نجيب محبوس مع الغنم. بيروح الكفيل لنجيب وبيرميله حتة لحمة علشان ياكل. واول ما بيطلع النهار بيمشي جاسر عشان يروح للزفاف، وبيوصي نجيب على الغنم لانه مش هيرجع تاني غير بكره الصبح. ولما بيمشي جاسر بيروح نجيب يفتح المايه وبيشرب وبيستحمى وبيفضل يعيط لانه نسي احساس المايه وهي بتلمس جسمه. وبيقلع هدومه اللي لابسها وبيلبس هدومه اللي كان جاي بيها، لكنه بيلاقيها بقت واسعه جدا عليه. وبيحط الاكل للجمال والغنم قبل ما يمشي، وبيحس بحزن في الوقت ده وهو بيودعهم لانهم كانوا طول الوقت جنبه ومعاه. بعدها بياخد شنطته وبيمشي مع ابراهيم وحكيم. ولما بيجي الليل عليهم بيكون حكيم تعبان جدا وعطشان، فبيطلب منه ابراهيم انه يفضل مع نجيب، هو هيحاول يتصرف ويجيب لهم ميه. لكن وقتها اصحاب خيمه بيشوفوا ابراهيم وبيفتكروه حرامي وبيضربوه بالنار، فبيقدروا يهربوا منهم. وبيجي الصبح وابراهيم وحكيم ونجيب لسه ماشيين في الصحراء، ومش معاهم لا اكل ولا شرب، والشمس حارقة جدا والجو حر ومفيش نسمة هوا. وساعتها حكيم بيسأل ابراهيم اذا كانوا ماشيين في الاتجاه الصح، فبيعرفوا ان هم لازم يفضلوا ماشيين في اتجاه الشمس. وفجأة بيشوفوا جمل ميت في وسط الصحراء، وشكله مرعب ومخيف جدا لان جسمه بدأ يتحلل. فبيخاف حكيم جدا وبيحس ان مصيرهم هيكون زي الجمل بسبب الحرارة والعطش. وساعتها بيتوضوا هما التلاتة بالرمل وبيقفوا عشان يصلوا، لكن فجأة بيكتشفوا ان هما في عقر افاعي. فبينقذ ابراهيم حكيم وبيطلب من نجيب يفضل ثابت وما يتحركش علشان الافاعي ما تحسش بيه وتقرصه. وبعدها نجيب بيتعب جامد وبطن رجله بتنتفخ بسبب الحرارة الشديدة لانه مش من ساعتها حافي. فبيربط له ابراهيم رجليه باللبس بتاعه عشان يحمي رجله من حرارة الرمال. واثناء ما هما بيكملوا الطريق بيقع حكيم على الارض من التعب، وحكيم بيتهم ابراهيم ان هو السبب في اللي هما فيه لانه هو اللي اقترح عليهم يهربوا من هنا. بيعرفوا ان عيشتهم وسط الاغنام كانت ارحم من اللي هما فيه دلوقتي. فبيقف ابراهيم في الوقت ده وبيصلي، وبيفضلوا يرددوا التسبيح والادعية طول طريقهم. وبما ان ابراهيم بنيته جسمانية اقوى من نجيب وحكيم بيقدر يهتم بيهم شوية لما بيقعوا، وبيسند حكيم طول الطريق. وفجأة بعدها وهم في الطريق بيحصل لحكيم تخيلات، وبيشوف الرمل مية وبيمسكه ياكله وهو مش حاسس، وبيزوق اي حد بيحاول يمنعه، وبيقع على الارض بعدها وبينزف دم من بقه. وبينهار نجيب ساعتها من خوفه عليه، وبيترجى ابراهيم يساعده. لكن ابراهيم بيكون عارف ان حكيم خلاص بيموت، وبالفعل بيموت حكيم في نفس اللحظة. وفجأة بتيجي عليهم عاصفة رملية، وبيكون نجيب رافض يمشي ويسيب جثة حكيم، فبيضطر ابراهيم انه يشيله عشان يبعدوا عن العاصفة. لكن للأسف العاصفة بتوصل لهم، ولما بتهدى العاصفة وبتخلص بيفضل نجيب منهار بسبب اللي حصل لحكيم، وعنده يأس ومش عايز يتحرك من مكانه، وبيبان عليه الاكتئاب الشديد. وقتها ابراهيم بيقومه غصب عنه، وبيعرفوا انهم لازم يكملوا الطريق. بعدها بشوية بيقع ابراهيم وما بيقدرش يدوس على رجليه، وساعتها بيكتشف ابراهيم ان رجلين نجيب ملتهبة وورمة. فجأة بيلاقوا سحلية بتعدي من قدامهم فبيمشوا وراها بيلاقوا بحيرة ونخل مليان تمر. فبيمنع ابراهيم نجيب انه يهجم على المية ويشرب منها كتير،
وبيشربوا نقطة نقطة لحد ما بيكون جسمه جاهز انه يشرب طبيعي تاني. وبعدها هما ماشيين بيشوفوا ورقة بسكوت على الأرض وآثار العجلة العربية، وبيفرحوا جدا وقتها علشان دي علامة إنهم قربوا من الطريق، فبيمشوا في نفس طريق آثار العجل. فبيصدموا لأنه بيعرفوا إن الطريق مظهرش وبيحسوا باليأس من تاني. ولما بيصحى نجيب من النوم بيلاقي إبراهيم اختفى ومش موجود، وسايب له ازازة المية اللي ملاها من البحيرة ومعاها تمرة من اللي أخدوها من النخل. وبنفهم ساعتها إن إبراهيم استسلم وقرر ينتحر خلاص. وبعدها بيكمل نجيب طريقه وبيشرب آخر شوية مية وبياكل التمرة اللي معاه، مش عارف هيكمل بقى طريقه ازاي. وفجأة وهو ماشي بيلاقي نفسه وصل للطريق، لكن محدش بيرضى يقف عشان يساعده، وده لأن الكل خايف من شكله. وبيفضل على الحال ده طول الليل. تاني يوم الصبح ربنا بيسخر لنجيب شخص يساعده، فبيقف بعربيته أول ما بيشوفه. بيقرر إنه يساعد نجيب، لكن نجيب بيكون خايف ومرعوب منه في البداية. فبيحاول الشخص ده إنه يطمنه وبيديله مية عشان يشرب. وبيبصله الشخص ده بحزن وشفقة على حال نجيب، وبيسأل نفسه ايه اللي وصله للحالة دي. وبعدها بيوصلوا للمدينة، وبيكون نجيب مش مصدق ان في حد ساعده، وبيشكر الشخص ده وهو بيعيط. وبيفضل نجيب ماشي في الشوارع لحد مجموعة من الهنود بيشوفوه وبياخدوه لمكان سكنهم، وبيساعدوه عشان يستحمى وبيقصلوا شعره وبيحلقوا دقنه. وبيساعدوا شخص منهم انه يوصل لأهله ويكلمهم. وأول ما بيسمع صوتهم بينهار من العياط، خصوصا وهو بيسمع صوت ابنه الصغير. وبيعرف من مراته ان هي سمته نبيل زي ما اتفقوا. وبعدها بيروح نجيب لمركز الشرطة علشان يقدر يطلع اوراق جديدة ليه وجواز سفر. وفجأة بيشوف صورة ابراهيم متعلقة من ضمن المفقودين، وبيكون نجيب واقف مع ناس كتير بتهمة الهروب من كفلائهم. وفجأة بيخاف نجيب جدا لما بيشوف كفيل بيضرب واحد منهم بعنف قدام الشرطة، وبيخاف اكتر لما بيشوف كفيله جاي عليه. فبيقرب منه بيقوله ان لو كان كفيله الحقيقي كان زمان ورا العذاب ده عشان يهرب منه. وفي اللحظة دي بيكتشف نجيب ان الشخص ده ما كانش الكفيل الحقيقي بتاعه، وان سرقه من المطار وفهمه ان هو كفيله، واستغل عدم فهمه للغة ان محدش هيساعده عشان مش هيفهموه. وبينهار نجيب ساعتها وبيعيط. وبعدها بنعرف ان نجيب قعد 3 شهور في السجن لحد ما تصريح خروجه من البلد طلع، وفي وسط مسافرين كتير معاهم شنط مليانة بالاجهزة الالكترونية والتلفزيونات والعطور لاهاليهم واحبابهم واللي جايبينه من خير البلد اللي كانوا فيها. ما كانش نجيب معاه اي شيء غير اللي باقي من عمره وصحته. وهنا بيخلص الفيلم. نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.